لو حاسس انك تايه او حاسس ان الدنيا مليانة فرص ومصادر بس مش عارف تبدأ منين ولا تتعلم ايه في زمن ان كل حاجة قدامك والدنيا مليانة مصادر بس مش اي حاجة واضحة وانت مش عارف تبدأ منين ولا تعمل ايه، فالفيديو ده ليك. طيب احنا دلوقتي بقينا عايشين في عصر الفرص المفتوحة، اي مهارة ممكن تتعلمها موجودة على اليوتيوب، موجود ملايين الكورسات والكتب والمواقع والحاجات اللي ممكن تتعلم منها. بس المشكلة هنا ان كل ما الفرص بتزيد كل ما الحيرة بتكبر، اتعلم ايه؟ طب اختار اسمع مين ولا اعمل ايه في دول؟ فانت مبتبقاش عارف والحيرة بتكبر، فبنبقى عاوزين نعمل كل حاجة فبنعمل ولا حاجة حرفيا. تبقى تلاقي نفسك شفت حد بيتعلم برمجة، ايه ده انا عاوز اتعلم برمجة، حد بيتعلم تصميم، طب هتعلم تصميم، هتعلم تسويق، هتعلم لغة، هتعلم تصوير، هتعلم مونتاج، تبقى كل حاجة انت عاوز تتعلمها. بس الفكرة انت بتكملش في ولا مهارة منهم. طبعا انت ما عندكش وقت تتعلم كل ده ولا طاقة ان انت تتعلم كل ده، والخوف الاكبر ان انت ممكن تختار حاجة وتلاقي نفسك فشلت فيها، فتلاقي نفسك عاوز تبدأ في كذا حاجة عشان ما تفشل في واحدة الباقيين ينجحوا، صح؟ فلو ده مفهومك فالحل ببساطة ان انت هتسأل نفسك 3 أسئلة بس. اول سؤال، انا عاوز اوصل لايه من الحاجه اللي انا هتعلمها دي؟ هل انا عاوز وظيفه؟ هل انا عاوزه حاجه اتعلمها اشتغل بيها شغل فريلانس؟ ولا هبقى حد هعمل كونتنت كريشن مثلا منها؟ ولا ههاجر اتعلم لغه مثلا فلانيه هاجر اسافر بيها؟ تاني سؤال هو ايه الحاجه اللي بتستمتع بيها فعلا؟ مش مهم اللي الناس بتقولك مهمه، مش عشان الناس كلها بتقول البرمجه مهمه واي اي مهم يبقى انت فعلا لازم تتعلمه، لا، انت هتتعلم الحاجه اللي انت بتحبها وشايف ان هي مهمه بالنسبه لك انت مش بالنسبه للناس ولا بمعايير الناس. طيب تالت سؤال ايه هو؟ ايه المهاره اللي لو اتعلمتها دلوقتي هتفتح لي ابواب تانية؟ ايه المهاره اللي لو اتعلمتها تخليني مميز في شغلي؟ ايه المهاره اللي اتعلمتها تخليني اعرف اشتغل شغلانه فلانيه؟ ايه اللغه اللي لو اتعلمتها تخليني اسافر البلد الفلانيه؟ وهكذا. بس الفكره والحاجه الاهم ان انت تبدا بحاجه واحده، مش 2 مش 10. انت هتتعلم حاجه واحده وتكمل فيها للاخر، هتبدا كورس واحد وكمل فيه لحد الاخر لحد ما يخلص. مش هتبدا لي في حاجه يومين وتقول خلاص انا زهقت انا هقلب على اللي بعدها، انا شفت على فلان الفلاني على اليوتيوب بيقول نتعلم المهاره دي فانا هسيب اللي انا بتعلمها دلوقتي وانقل على اللي بعدها. مفيش كده. انت لو عاوز تتعلم حاجه فعلا لازم تكملها للاخر وتشوف بقى انت بتحب ايه. يعني لو انت مثلا عاوز تشتغل شغل اونلاين تبدا تتعلم من الحاجات اللي بيشتغلوا بيها اونلاين زي مثلا جرافيك ديزاين، المونتاج، تسويق، ايا كان. لو انت بتحب تتكلم تتعلم مهارات تطور مهارة التواصل الاجتماعي عندك، تجرب البودكاست مثلا او كده. لو بتحب التكنولوجيا، لو بتحب التكنولوجيا تاني بكرر، ساعتها بقى تبدا تبص ان انت تجرب البرمجه او تجرب الذكاء الصناعي. ما تكونش انت اصلا ما بتحبش التكنولوجيا ولا بتحب تستخدم كمبيوتر اصلا وتقول انا هروح اتعلم برمجه مره واحده، مفيش حاجه اسمها كده. بس المهم ان انت تبدا، حتى لو غلطت هتكتشف اكتر عن نفسك انت بتحب الحاجه دي ولا لا. المهم ان انت تجرب حاجه وتكمل فيها. نصايح عمليه علشان نقدر نعمل ده، ان انت هتختار كورس واحد، هتشوف حد موثوق رشحهولك، كورس واحد هتكمله للنهايه، هتخصص ليه ساعه يوميا. مش لازم تقول انا هقعد كمل فلاني اليوم كله اتعلم الحاجه دي عشان اخلصها في يوم، لا، انت هتاخد ساعه يوميا على مدار شهر او 2 هتكون اتعلمت كم محترم فيها. تالت حاجة ممكن تعملها ان انت توثق رحلتك حتى لو لنفسك، حتى لو انت مش هتنشرها، بس انت ممكن توثق في صور بحيث ان هو تعرف انت بدأت امتى والتطور اللي انت عملته كل يوم، بحيث لما تيجي تشوف انت صورت ايه تشوف التطور اللي انت وصلت له في خلال اليوم. رابع حاجة، ما تقارنش بدايتك بحد في النص او في القمه. انت تبقى لسه بادئ مثلا بادئ كونتنت كريشن على اليوتيوب او كده وتبص لواحد عنده 500,000 سبسكرايبر، طب انت بتقارن نفسك بده ليه؟ انت لسه بادئ، انت ما تعرفش ده عدى في ايه في طريقه علشان يوصل لده وعلشان يبقى في المكان ده، فما تقارنش نفسك بحد في الاخر وانت لسه في الاول. طبعا مقارنه لا تصلح ابدا. نصيحه مهمه جدا 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 ان انت ما تستناش ان انت تكون جاهز 100% علشان تبدا. انك تكون جاهز في 100% ده مش عمرك ما هتبدا، لان عمر ما حد يبقى جاهز 100%. ما تستناش مثلا ان انت تجيب اللابتوب الفلاني علشان تعرف تشتغل. اي حاجه متوفره قدامك ابدا اتعلم بيها. ما تستناش مثلا بدايه الاسبوع انا هبدا يوم السبت، لا انا هبدا يوم 1 في الشهر، مش حاجه اسمها كده. انت هتبدا دلوقتي ومن النهارده، مفيش تأجيل. بس فلو مش عارف تبدأ منين ابدأ من نفسك، اسمع صوتك وسط دوشة السوشيال ميديا، ابعد عن كل حاجة، شوف انت بتحب ايه واسمع صوت نفسك بتقولك انت بتحب ايه وابدأ اتعلمها. جرب وافشل وتعلم وعيد من الاول تاني بس ما توقفش. صدقني اللي بيكمل هو اللي بيوصل. بس ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.